عايز تعرف أفضل سايكل هرمونات للمبتدئين؟ استنى بس، عشان الإجابة ممكن ما تعجبكش. لو أول مرة تفكر في الهرمونات غالباً هتسمع كلام من نوع ابدأ تستوستيرون أو ديكا أو دانابول أو حط كام حاجة على بعض وربنا يستر. ابو تقل دم امك محبوش الواد ده. بس الحقيقة مفيش سايكل أقدر أقولك عليه إنه أمان أو مناسب ليك. والله بجد مش بشتغلك، بس دي الحقيقة. استيرويدات ممكن فعلا تزود الكتلة العضلية والأداء، لكن إساءة استخدامها ممكن تأثر على الضغط والقلب والكبد وكمان الخصوبة وإنتاج الحيوانات المنوية. وحتى فكرة إنك تعمل سايكل وتوقف شوية عشان تقلل الأضرار مفيش دليل إنها بتلغي المخاطر. فلو بتسألني إيه أفضل سايكل للمبتدئ؟ السايكل اللي ما تبدأوش أصلا. ابني أساسك الأول، اتمرن وكل كويس ونام 7 ساعات، وبعدها شوف استجابة جسمك. ولو معاك حبة فلوس حطها في مكمل زي الكرياتين مثلا. ولو عايز تعرف كل هرمون بيعمل إيه ومخاطره إيه، اكتب لي اسم الهرمون اللي عايزني أشرحه في الكومنتات.